هو انت فاكر البطولة العربية هيبقى التحكيم بتاعها زي الدوري المصري؟ للأسف هنا مفيش احتواء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي المدفعجية، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من الملعب المدفعجي، وهنبدأها بالصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا ريت تمسي على أخوك برضه وترزع زرار اللايك الموجود أسفل الفيديو، وترزعنا واحد سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تتابعنا في كل جديد جاي. الزمالك دايما حظه وحش بسبب الميديا بتاعته بشكل أساسي وبسبب الإدارة بتاعته بشكل ثانوي. واحد ليفا دلوقتي هيطلع ويقول لي إزاي وأساسا السوشيال ميديا بتاعت الزمالك هي اللي شايلة النادي. هقول لك يا ليفا، هي شايلة النادي إزاي وهي أساسا بعد كل ماتش تطلع تقول الزمالك ضيع أسهل ماتش منه في البطولة. الزمالك خسر امبارح بنتيجه 1-0 من نادي الشباب السعودي بضربه جزاء بطلها محمد عبد الغني. محمد عبد الغني اللي كبر جسمه في اللعبه اللي كانت اساسا ميته ورايحه ضربه مرمى، وفرد دراعه بره جسمه وتسبب في ضربه جزاء لنادي الشباب السعودي. واحد هيقول لي دي ما كانتش مقصوده وكان في قرب في المسافه. حبيبي احب اقول لك ان القانون واضح، لاعب مكبر جسمه وفارد ايده لجوه الملعب والكره اساسا ما كانتش خرجت، فطبيعي جدا ان الحكم يحسبها ضربه جزاء. لكن اللي مش طبيعي هو طول الماتش حرب الشوارع اللي كانت شغاله ما بين لاعبي الزمالك ولاعبي نادي الشباب السعودي. بس سؤال برضو موجه للاعلام المصري، هو ليه ما حدش اتكلم على الموضوع اللي حصل ما بين لعيبه الشباب السعودي ونادي الزمالك والضرب وحرب الشوارع اللي كانت دايره خلال الماتش؟ زي ما اتكلمتوا على موضوع حسين الشحات ومحمد الشيبي، ولا مواضيع الاهلي بتبقى عليها كحكه وبسكر. عموما انا اتحدى اي حد ان الكره دي لو حصلت في الدوري المصري وكانت على الزمالك ان الحكم اصلا يحسبها، ولو كانت للزمالك الحكم هيحسبها وش. اصل معلش السعوديه ما فيهاش احتواء. عموما حظ الزمالك الوحش ان هو هيلاعب النصر الماتش اللي جاي، ويا يكسب يا اما يتعادل، ونتعادل لازم الاتحاد المنستيري يكون كسبان الشباب السعودي، وده شيء مستبعد. بالنسبه للقائمه بتاعت النادي الاهلي للموسم الجديد فهي ضمت 26 لاعب، من ضمنهم طاهر محمد طاهر، واتساب 4 اماكن فاضيه منهم 3 محجوزين. المكان الاولاني طبعا رضا سليم، والمكان الثاني لامام عاشور، والمكان الثالث للمهاجم اللي لسه هيجي، والمكان الرابع يا اما لصلاح محسن يا اما صفقه ثانيه هتعمل بوم طخ. عارف انك عايز تعرف المهاجم بتاع الاهلي الجديد، لكن اصبر لحد اخر الحلقه هقول لك على 3 مهاجمين الاهلي عينه عليهم. بس الاول هنتكلم على موضوع كهربا والقضيه بتاعته اللي هيتم الحكم فيها يوم 3/8، او هتبقى جلسه استماع وهنشوف ايه اللي هيحصل خلال اليوم ده. احنا قلنا قبل كده ان النادي الاهلي عايز يحصل على اكبر وقت ممكن علشان يثبت قانونيه تواجد نادي افيش البرتغالي في المشكله بتاع الكهرباء ويشيل نص الغرامه. لكن السؤال دلوقتي، ماذا لو تم ايقاف كهرباء يوم 3/8؟ احب اطمنك عزيزي المشاهد ان في كذا قرار جوه النادي الاهلي، وكلهم قرارات في مصلحه النادي الاهلي، ومن بعده طبعا يبقى مصلحه اللاعب. كابتن محمود الخطيب رفع ايده عن الموضوع تماما وقال لك انتوا قرروا الموضوع عايزينه يمشي ازاي، سواء عايزين تدفعوا الغرامه او مش عايزين تدفعوها، الموضوع كده كده مش فارق معايا، الغرامه كده كده ثمنها موجود. ورمى الكوره في ملعب اللاعب نفسه محمود عبد المنعم كهربا، وكمان المحامي بتاعه في مصر والمحامي بتاعه قدام الفيفا، والمفروض ان هيبقى فيه اجتماع زوم ميتنج بكره علشان اللاعب يحدد مصيره بنفسه طبقا للوائح والقوانين مع الاثنين المحامين بتوعه، والقرار هيبقى واحد من اتنين، يا ندفع دلوقتي يا ندفع بعدين. طب هيحصل ايه لو اللاعب دفع الغرامه بدري شويه اللي هم اليومين دول، يعني لو اتوقف او حتى ما توقفش؟ لو الغرامه اتدفعت دلوقتي يبقى هو حل مشكله القيد اللي موجوده في نادي الزمالك، وهيقدر الزمالك ان هو يقيد اللعيبه بتاعته لانه هيكون دفع الفلوس اللي موجوده عليه. ولو اللاعب حب يتاخر شويه في سداد قيمه الغرامه فهو كده بيحط برضه الزمالك في مأزق، وهيفضل الزمالك مستمر ايقاف القيد بتاعه لان هم ما عندهمش فلوس يسددوا الغرامه بتاعتهم. فرضا دلوقتي ان اللاعب اتوقف يوم 3/8 واخد العقوبه بتاعته من الاتحاد الدولي، احب اطمنك ان اللاعب لو دفع الغرامه في اي وقت فهو ممكن ان هو يلعب عادي، مش زي ما قال ميديا الزمالك قبل كده ان هو لو اتوقف هيتوقف 6 شهور او سنه، ولو دفع الغرامه خلالهم فهو مش هيقدر ان هو يلعب لحد اكتمال المده. الكلام ده مش صحيح يا جماعه واطمنوا. ممكن اللاعب يسدد الغرامه بتاعته بعد فتره غلق القيد اللي هي لحد يوم 14/9، وكده يبقى فقع الزمالك بومبتين، البومبه الاولانيه ان هو خلع من نادي الزمالك، والبومبه الثانيه ان هو ما حلش المشكله بتاعتهم الماديه وفضل برضه ايقاف القيد عليهم وما ايدوش ولا لاعب. طبعا الاراء منقسمه حوالين الموضوع دوت من مجلس الاداره بتاع الاهلي، لكن في راي اتقال وهو راي المهندس عادل القيعي رايه ان الغرامه ما تتسددش دلوقتي وتتساب زي ما هي، حتى لو اللاعب اتوقف عادي جدا ممكن يسدد الغرامه في اي وقت، وان الغرامه يتم سدادها يوم 15/9 بعد اغلاق القيد اللي هو 14/9. ورايه كمان انا ليه احل مشاكل النادي المنافس ليا واسيبه غرقان في المشاكل بتاعته عادي جدا، واسيب رئيسه اللي عمال يتسلط في اللسان بتاعه، فانا ليه احل له مشاكله؟ ما انا اسيبه غرقان في مشاكله احسن. انما راي الخطيب ان هو مش فارق معاه ايقاف القيد في الزمالك او حل المشكله بتاعه القيد، كده كده حتى لو الزمالك القيد بتاعه مفتوح فالاهلي برده قدر ان هو يقش 5 بطولات خلال الموسم، والقيد بتاع الزمالك شغال عادي جدا وما قدرش ان هو يكسبه في ولا مناسبه فيهم، بل بالعكس شال 3 في الذهاب و4 في
الاياب. بالنسبه للاعب رضا سليم واللي البرومو بتاعه قلب الدنيا امبارح واللي كان فيه رساله مهمه جدا هنقولها كمان شويه. المهم اللاعب اول ما وصل القاهره قعد مع المدير الفني للنادي الاهلي كابتن مارسيل كولر، والراجل قال له انا اخترتك وحاطط عليك امل كبير جدا، وانا شايف ان انت لاعب ممتاز جدا وافضل من لعيبه كتير اتعرضت عليا. انت قدامك فرصه كبيره ان انت تكون نجم، فاجتهد واتعب واشتغل، لان اللعب في نادي زي النادي الاهلي زي ما بينقلك نقله كبيره لقدام لازم انت تكون قد النقله دي. وان انا لما جيت النادي الاهلي ما كانش عندي عدد بطولات كتير، لكن دلوقتي انا جبت 5 بطولات خلال موسم واحد. المهم ان الراجل عطاله اجازه 3 اسابيع علشان يروح فيهم لاهله ويبعد بعيد تماما عن كره القدم، وهيرجع طبعا على المعسكر اللي الاهلي ناوي يعمله اعدادا للموسم الجديد في اوروبا. المهم رضا سليم رد وقال ان ناس كتير كلمته على موضوع لعبه للنادي الاهلي، وان الناس دول قالوا له ان انت لو لعبت في النادي الاهلي تبقى طاقه القدر اتفتحت لك. الاهلي عمل برومو عالمي لتقديم اللاعب المغربي بعد المشكله اللي حصلت ما بين حسين الشحات ومحمد الشيبي، واللي اتكلم فيه اللاعب عن ابن بطوطه الرحاله المغربي، واللي كتب في كتاباته ان هو لما وصل مصر ما لقاش زيها في المعموره، وان اللاعب شبه الرحله بتاعته زي رحله ابن بطوطه لمصر. برومو يوحي بالترابط التاريخي والعربي والديني ما بين بلدين اللي هم مصر والمغرب، وان مش مشكله ما بين 2 لعيبه على ارض ملعب كره قدم هتعمل مشكله ما بين شعبين مرتبطين في الدم وفي اللغه وفي الدين. لقطه يتقال لها شابوه للنادي الاهلي على اللقطه طبعا اللي عمل فيها ترابط ما بين الشعبين. هكلمك على المهاجم، اصبر. بعد صفقه امام عاشور وصفقه رضا سليم اصبحت القيمه التسويقيه للنادي الاهلي 35 مليون يورو على موقع ترانسفير ماركت، والكلام ده اصبح بفارق 5 مليون يورو عن اقرب منافسينه الا وهو نادي سان داونز اللي قيمته التسويقيه الحاليه هي 30 مليون يورو، واصبح النادي الاهلي هو النادي الاعلى قيمه تسويقيه في افريقيا. والله الاهلي ده بالنسبه لنا حاجه غريبه جدا، عنده الرياده والسبق في كل حاجه ما شاء الله اخد فيها مركز اول. وجينا لختام الحلقه وموضوع المهاجم بتاع النادي الاهلي. الاهلي دلوقتي معروض عليه 3 مهاجمين بخلاف الصفقه بتاعت سوزا اللي بنسبه كبيره خلاص اتقفلت. اللاعب الاول اسمه ايمانويل لاس، لاعب نادي اتلانتا والمعار لنادي سان جالين السويسري، لعب خلال الموسم اللي فات 31 ماتش احرز خلالهم 14 هدف وصنع 3 اهداف. اللاعب الثاني اسمه محمد كوناتي، لاعب جروزني الروسي، لعب الموسم اللي فات 24 ماتش احرز خلالهم 11 هدف، ولعب الموسم دوت ماتشين احرز خلالهم هدفين، لان خلي بالكم الدوري الروسي بدأ بقاله ماتشين. اللاعب الثالث معانا وهو ايدوفي ايكوبا، واللي رجع الكلام عليه بعد ما كنا بنتكلم عليه في 2022، لاعب امريكي صاحب اصول نيجيريه. اللاعب ده بيلعب في الدوري المجري في نادي اسمه زاليج ريزيجي، لاعب سنه 25 سنه، وقيمه الصفقه هتكون 2 مليون دولار لو تمت. بالمناسبه اللاعب ده لعب 28 ماتش الموسم اللي فات احرز خلالهم 11 هدف، وللعلم اللاعب ده هو اقرب مهاجم ممكن الاهلي يتعاقد معاه في الانتقالات الصيفيه الحاليه. والى هنا ايها الساده نكون قد انتهينا من حلقه اليوم، اشوفكم على خير المره اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.